لو انت مريض سكر وقالوا لك ممنوع انك تاكل سكريات، انا هاكلك سكريات بس بطريقه صح. اللعبه كلها انك تحسب السعرات الحراريه اللي انت محتاجها في اليوم. وزنك 70 كيلو مثلا، فانت تقريبا هتحتاج من 2000 ل 2500 كالوري في اليوم. هقول لك حالا هنقسمهم ازاي في اخر الفيديو. طب لو وزنك اكتر من 70 اضرب الرقم ده في 20. يعني مثلا وزنك 90 كيلو في 20، يعني انت محتاج 1800 كالوري في اليوم. طب لو انت وزنك اقل من 90 اضرب لي الرقم ده في 40. لو انت وزنك مثلا 50 كيلو اضرب لي الرقم ده في 40، يبقى انت كده هتحتاج 2000 كالوري في اليوم. طب وبعدين ايه الحل؟ هنقسمهم ازاي؟ الكالوريز بتاعتك دي هنقسمهم كالتالي: 15% منهم بروتين، 55% منهم كربوهيدرات، 1% دهون. واختار اي دهون واي سكريات، دهون صحيه فقط وسكريات مفيده. بمعنى ايه؟ انا عايزه حاجه فيها سكر اخد منها طاقه، فبص للحاجات اللي ربنا خالقها: بطاطس مسلوقه، مسلوقه مش فرايد، رز بني، العيش البني او العيش البلدي بمعنى اصح، كل دي مصادر سكريات فيها طاقه. الذره مثلا الحلوه، هبعد عن 3 حاجات: العيش الابيض، اي حاجه فيها مشروبات غازيه وبتتجاب من السوبر ماركت من الشيبسي والبسكوتات، واي حاجه فيها مواد حافظه. الدهون بتاعتي هحاول بقدر الامكان ان هي تكون دهون صحيه. جايه منين الدهون الصحيه دي؟ موجوده في زيت الزيتون مثلا، موجوده في البذور اللي زي بذور الكتان واخواتهم، موجوده في المكسرات مثلا. فكل الحاجات دي اقدر اخد منها مصادر للدهون الصحيه.